طيبة لحياة طيبة. السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة طيبة. البداية بالعناوين. تجدد المعارك على الحدود والجيش يستعيد 20,000 فدان من الإثيوبيين، وميليشيات إثيوبية تتوغل وتغتال مواطنا بمحلية الجريشة. قيادي بقوى الحرية والتغيير يؤكد أن الحكومة الانتقالية وافقت على شروط البنك الدولي. وزير الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي بالبلاد، وأطباء مستشفى نيالا يضربون عن العمل بسبب الاعتداءات المتكررة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعت لجان المقاومة بالجريف شرق إلى تصعيد ثوري مفتوح اعتبارا من اليوم إلى حين ظهور عضو لجان المقاومة محمد إسماعيل ودعكر الذي اختفى منذ ما يفوق عن 45 يوما. قالت لجان المقاومة في تعميم لها إنه لا يزال البحث عن محمد إسماعيل جاريا، فيما حملت الحكومة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية مسؤولية اختفائه، طالبة عضويتها باستمرار التصعيد. أعلن طلاب جامعة السودان تنفيذ وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام المجمع الغربي للتنديد بإقالة الدكتور يحيى عبد الله من قبل لجنة التمكين. وقررت لجنة إزالة التمكين فصل خبير الحاسوب رغم عدم انتمائه لأي حزب سياسي، حيث وجد قرار فصله تنديدا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويتهم الطلاب لجنة التمكين بتنفيذ أجندة خطيرة عبر تشريد الكفاءات واستبدالهم بآخرين يتبعون للجنة. وكانت لجنة التمكين قد أنهت قبل أيام خدمات الخبير في دراسات السلام وحقوق الإنسان الدكتور أبو القاسم جور، ولقت إقالته استياء كبيرا وسط الطلاب. شددت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس على أن قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات المسلحة يتطلب من الشركاء الدوليين مراجعة التزامات الحكومة الانتقالية بإجراء إصلاحات في قوات الأمن وضمان العدالة. أقالت المنظمة في بيان لها إن القوات المسلحة استخدمت العنف بشكل مفرط ضد المتظاهرين السلميين في 11 من مايو الجاري بالخرطوم خلال ذكرى أحياء ضحايا ثورة ديسمبر، طالبة الحكومة بعدم استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية. أضافت هيومان رايتس أن عائلات ضحايا فض الاعتصام ومجموعات احتجاجية تقول إن تحقيق الحكومة بطيء ويشككون بالحيادية. كشف عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية المستقيل جمال إدريس الكنين أن فترة رئاسة عبد الفتاح البرهان للمجلس السيادي ستنتهي في نوفمبر المقبل. وأوضح الكنين في حديثه لصحيفة الجريدة أن فترة البرهان كانت من المقرر لها أن تنتهي حسب الوثيقة الدستورية في 17 من مايو الجاري، إلا أنه تم تمديدها بعد توقيع الحكومة الانتقالية على اتفاقية جوبا للسلام سنة أخرى. أشار إلى أن تغيير المدنيين بالمجلس السيادي ضمن الترتيبات ومضمن في المصفوفة، إلا أن قوى الحرية والتغيير لم تشرع في مناقشة قضيتهم حتى الآن. كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير أن الحكومة الانتقالية وافقت على حزمة الإصلاحات التي قدمها البنك الدولي بتحرير أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق التعرفة الجمركية وتوحيد سعر الصرف. وحذر عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تيجان حسين بحسب صحيفة الصيحة من تبعات كارثية على الاقتصاد بقبول هذه الشروط، مضيفا أن الثمن الذي يدفعه السودان حيث تزداد معاناة الشعب دون أن تقدم هذه المؤتمرات أي حلول، عليه يفقد السودان قراره المستقل في سياسته الخارجية وفي إدارة اقتصاده الوطني، وتضيع عليه فرصة تطبيق حشد الموارد الداخلية. وصل مدينة نيالا الواقعة بولاية جنوب دارفور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم وأعضاء من هيئة الإدارة العامة وهيئة القيادة.
وجاءت الزيارة على خلفية الهجوم الدامي الذي تعرضت له شرطة مكافحة المخدرات الذي أودى بحياة 14 عنصرا بمحلية الردوم. وعقد الفريق أول إبراهيم اجتماعا باللجنة الأمنية بالولاية، حيث تم الاتفاق خلاله على إرسال تعزيزات عسكرية لملاحقة عصابات المخدرات ومعالجة الاختلالات الأمنية بالولاية. شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عدم التفريط في شبر من أرض السودان، ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتمسكها. جاء ذلك خلال لقاء البرهان أمس بضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، استمع إلى مقترحات وآراء الضباط فيما يتعلق بقضايا القوات المسلحة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام وأهمية الإسراع في تنفيذها. استعادت القوات السودانية المسلحة مساحات زراعية جديدة كانت بيد الميليشيات الإثيوبية على الحدود الشرقية بعد اشتباكات عنيفة. وقالت مصادر عسكرية لموقع سوداني تريبيون إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تمكنت من استعادة نحو 20,000 فدان بعد معارك قوية استمرت لساعات. ودارت المعارك شرق منطقة سندس بمحلية الجلبات الشرقية وشرق جبل الطيارة. وبحسب المصادر فإن المعارك العسكرية خلفت عشرات القتلى وسط الميليشيات والقوات الإثيوبية. إلى ذلك توغلت ميليشيات إثيوبية مسلحة داخل الأراضي السودانية بنحو 5 كيلومترات في منطقة مشرع الفرسان بمحلية الجريشة بالقضارف، واغتالت صيادا بعد أن قاوم محاولة اختطافه. طالب عدد من المزارعين ورعاة الصيادين الجيش السوداني مجددا بالانتشار وتنظيم دوريات في المنطقة الوعرة الواقعة قرب نهر الرهد. وتعتبر هذه المنطقة مرتعا للميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي تستغلها في تنفيذ عمليات السلب والنهب وقطع الطريق أمام حركة الرعاة والمزارعين والصيادين. وصف وزير الري المصري محمد عبد العاطي الملأ الثاني لسد النهضة الإثيوبي بالصدمة التي ستؤدي لحدوث جفاف صناعي لانتقاصه من حصة بلاده من مياه نهر النيل. وأضاف عبد العاطي خلال لقاء تلفزيوني: لو حدث جفاف مائي طبيعي بجانب الجفاف الصناعي الناتج عن تخزين المياه في سد النهضة ستحدث مشكلة كبيرة في دولتي المصب مصر والسودان. وأكد أن عدم التوصل لاتفاق مرض لملء وتشغيل السد الإثيوبي سيحدث مشكلة كبيرة لجميع الأطراف وسيدخلنا في دوائر أخرى في غنى عنها حسب قوله. تفاجأ عدد من المسافرين الذين وصلوا مطار الخرطوم بعدم وجود موظفين لإكمال إجراءات الدخول. ووثق أحد المسافرين مقطع فيديو يظهر عدم وجود الموظفين الذين يقومون بإجراء ختم الدخول للقادمين. واشتكى المسافرون من الإهمال الذي يشهده مطار الخرطوم الذي يعتبر واجهة البلاد. احنا في مطار الخرطوم وصلنا قبل شويه، ما في اي زول في المطار على الاطلاق. يعني لاحظ ما في كل البوس ما في ولا شخص، فاضي تماما. يعني حاجه غريبه. تخيل ما في اي مسؤول. يعني مساله غريبه جدا. ده اخر وحده هنا، شايف؟ ما في ممكن تشوف من جوا هنا ما في اي شخص، ما في اي شخص. حاجة غريبة، هاي حاجة غريبة جدا. ما في ولا مسؤول هسه واحد شرطة جاء شايف ده اهو خش جوا، ولا في زول حتى بيتكلم معانا. يعني أغلب الحاجات ما في، شايف؟ ما في أي مسؤول. شوف الآن إحنا بشوف كل من هنا، شايف؟ للنهاية ما في أي شخص.
كشفت وزارة التربية والتعليم العام عن اتفاق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية لعقد الامتحانات الصفية والامتحانات للشهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد بتاريخ 19 من يوليو المقبل. ومن جهتها بررت الوزيرة المكلفة تماضر الطريفي في مؤتمر صحفي بوكالة سونا الخطوة بإنقاذ العام الدراسي، منوهة إلى أنه تعرض لتأجيل الدراسة عدة مرات، وحددت الأول من يونيو المقبل آخر موعد لعقد الامتحانات الصفية. واشترطت الوزيرة ضرورة الالتزام بلبس الكمامات، وأوضحت أن الاتفاق مع وزارة الصحة أقر تطعيم كل المعلمين والعاملين بالمدارس وتكوين مراكز للتطعيم. فتم الاتفاق على الآتي: عقد امتحانات النقل وامتحانات شهادة الأساس في الولايات في مواعيدها المعلنة، على أن تكمل جميع المدارس امتحاناتها في مدة أقصاها الأول من يونيو. الالتزام الصارم بالاحترازات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم. إعداد خطة محكمة لإدارة الامتحانات بحيث تراعي شرط التباعد الاجتماعي. ستشكل وزارة التربية والتعليم لجان طوارئ خاصة بالحالة الصحية الموجودة، ولجان الطوارئ حتكون واقفة على التأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وخاصة في الولايات الأكثر وباء. طيب، امتحانات الشهادة الثانوية في مواعيدها المحدد مسبقا اللي هي 19/6/2021، وليس هناك جديد في هذا الأمر حتى الآن. قالت لجنة المعلمين السودانيين إن قرار لجنة الطوارئ الصحية القاضي بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات متعجل ولم يراعي الأضرار النفسية والمادية للطلاب. وطالب لجنة المعلمين السماح بإكمال الامتحانات والالتزام بالاحترازات الصحية. قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة مأمون عالم إن امتحانات مرحلة الأساس ستجرى في موعدها المحدد لها. وأشار مأمون في بيان صحفي إلى إلغاء امتحانات مادة التربية الإسلامية والمسيحية الموحدة على أن تتم إعادته في وقت لاحق. وأضاف مأمون في امتحانات الصف السادس الموحدة على مستوى الولاية لأم الخميس 20 من مايو حسب الجدول الموضع لها، كما سيتم عقد امتحان شهادة الأساس الصف الثامن في موعده المحدد في 6 من يونيو المقبل. حذر وزير الصحة عمر النجيب من انتشار فيروس كورونا المتحور، كاشفا عن أن الوضع الصحي بات صعبا للغاية. قال النجيب في مؤتمر صحفي بوكالة سونا إنه من المتوقع وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 100,000 إصابة في الفترة المقبلة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أضاف هذا الأمر سيدخل البلاد في وضع صحي حرج، خاصة وأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن 20,000 لكل الحالات. وحذر النجيب من انهيار النظام الصحي حال عدم التزام الجميع بالاشتراطات الصحية. الوضع حقيقة مخيف جدا، ما في كلمة حقيقة، ما في كلمة أوصفه به أقل من كده. من أول أمس دكتور محمد الحافظ نور اللجنة التنوير اللي شفت جزء منه هنا. التوقعات 100,000 حالة في الأسبوع متوقعة في الأسبوع الأول الثاني أو الثالث من شهر 6. مش 10,000 زي ما قال أخونا محمد الحافظ، هي 100,000. إذا افترضنا من 100,000 دي في 5% يحتاجوا إنه يمشوا المستشفيات، نحن بنتكلم عن 20,000. نحن طاقتنا الاستيعابية في المستشفيات كلها للكورونا ولغيرها ما قريبة من كده على الإطلاق. الإجراءات اللي قال الأخ بروفيسور تاور اللي اتخذتها اللجنة الصحية العليا عندها دورين أساسيات. نمرة 1 حماية حياة مواطنينا، وزي ما قال الأخ بروفيسور تاور دي مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كلنا، كل شخص فينا من هنا
الشباب الموجودين قدامي ديل انتوا شباب صغار، اذا جاتكم الكورونا ما بتعمل لكم حاجه، لكن بتنقلوها لاهلكم في البيوت، لاصدقائكم اللي عندهم امراض مزمنه. وزي ما شفنا وشاهدنا الكورونا مرض قاتل. فزي ما قلت ده السبب الاول هو حمايه المواطنين. السبب الثاني انه نحافظ على مؤسساتنا الصحيه فاتحه وشغاله. الكورونا مرض جديد وإضافي على المصايب الكثيرة الموجودة في السودان. الملاريا بتقتل أكثر من كثير جدا، وقتلت أكثر بكثير جدا جدا من ما قتلت الكورونا، وقد تكون أكثر. لكن إذا كان المستشفيات يعني جات أعداد ضخمة جدا، الكوادر الصحية أصيبت بالكورونا، اتغيبت عن العمل أو لا قدر الله توفت زي ما شاهدنا، حتى الأمراض البسيطة حيكون المشكلة، حيكون التعامل معها صعب جدا جدا. قرر الأطباء بمستشفى نيال التعليمي بولاية جنوب دارفور التوقف عن العمل بجميع أقسام الحوادث بالمستشفى بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء من أفراد ينتمون للقوات النظامية. ورهن الأطباء رفع الإضراب عن العمل في الحوادث بعد صدور قرار نهائي من المحكمة في مواجهة الجناة في البلاغات والقضايا المفتوحة ضدهم، مع الالتزام من لجنة أمن الولاية بتوفير الحماية الكافية للكوادر الصحية بصورة دائمة وكذلك مستمرة. ولفت الأطباء إلى أنه ظهر لهم جليا بأن الاعتداءات تتكرر بصورة منتظمة من قبل أفراد ينتمون إلى الجهات المنوط بها توفير الحماية والأمن للمستشفى والكوادر العامة. نشرت وزارة الصحة بغزة اليوم حصيلة ارتفاع الشهداء والإصابات جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع لليوم 11 على التوالي. أضافت الصحة خلال تصريح صحفي لها أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 1710 من الإصابات حتى هذه اللحظة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم عن تفاصيل الخسائر الناتجة جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 11 على التوالي. قال المكتب الإعلامي الحكومي خلال بيان مقتضب له إن حوالي 107,000 مواطن من قطاع غزة نزحوا من منازلهم جراء القصف، بينهم 44,000 في مراكز الإيواء، منوها إلى أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ، وحوالي 13,000 وحدة تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. عبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وقال الطيب إن استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الأبرياء وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وتشريد الأسر واستهداف المقار الإعلامية نقطة سوداء تضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب في ظل صمت عالمي مريب. تأتي تصريحات الطيب في إطار الحملة التي أطلقها بكل اللغات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والتعريف بحقوقه المغتصبة. أدان المرصد الأور متوسطي لحقوق الإنسان استهداف القوات الصهيونية المدنيين وتدمير المنازل بقطاع غزة في عمليات تتسم باللا إنسانية، كما تخرق مبدأ الضرورة والتناسب. ووثق المرصد الأور متوسطي ومقره جنيف 31 حالة من القصف المباشر استهدف عائلات مدنية، منها 21 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفتا تجمعات، وحالتان خلال استهداف سيارة، كذلك أيضا حالتان لقصف لأراضي مزروعة. وأسفرت هذه الغارات التي استهدفت العائلات حتى إعداد البيان عن استشهاد 96 مدنيا، بينهم 44 طفلا و28 امرأة. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تجدد المعارك على الحدود والجيش يستعيد 20,000 فدان من الإثيوبيين، وميليشيات إثيوبية تتوغل وتغتال مواطنا بمحلية الجريشة. قيادي بقوى الحرية والتغيير يؤكد أن الحكومة الانتقالية وافقت على شروط البنك الدولي.
وزير الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي بالبلاد، وأطباء مستشفى نيالة يضربون عن العمل بسبب الاعتداءات المتكررة. أشكركم لطيب المتابعة، ونترككم الآن مع جولة الصحافة وحول الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.